يسعد أوقاتكم بكل خير يا أحلى متابعين، شلونكم شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وأنتم تشوفون فيديو اليوم. وصفتنا لليوم هي شاورما الدجاج، وصفة كلش سهلة وسريعة وبسيطة والكل يحبها الكبار والصغار. وهباتين بالبال إنه إحنا هسه بأيام شهر محرم الحرام كلش مفيدة للتوزيعات، سواء أيام المجالس أو للحسينيات أو حتى الأيام المشاية. الله يحفظنا لديش الأيام ونقدر نقدم ولو شي بسيط. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدي فيديو اليوم. وصفتنا هي تحتاج كيلو من الدجاج، وحسب الكمية راح نقدر نزيد 4 ملاعق كبار من الزبادي أو الروبة، إذا ما بتوفر نقدر نضيف ربع كوب من الحليب، ملعقة كبيرة من معجون الطماطة، فنجان من زيت الزيتون، فنجان من خل التفاح، فنجان من عصير الليمون. دبس الفلفل عندنا هي نخلي خاشوقة كلش صغيرة لأنه عندي كان كلش حار. ما عندنا نقدر نستبدلها بشوية من الشطة. البهارات اللي راح نحتاجها: كركم وكزبرة، بودرة ثوم، بودرة بصل، قرفة، زنجبيل، كمون، شوية من بهارات الدجاج وملح. نخلطهم كلهم سوا إلى أن توصل لهذا الشكل. نتركها شقد ما عندنا وقت. راح أكتب كل البهارات بصندوق الوصف حتى تقدرون تجربوها وتكون سهلة عليكم. طاوة كلش حارة على النار بدون أي إضافات. ننتبه إنه الطاوة مثل يعني غير قابلة للالتصاق. نضيف الشاورما مالتنا إلى أن تستوي. صوص ثومية أو مايونيز مسويه من قبل هواي وياكم بالقناة، وإن شاء الله نقدر نسويه بالأيام الجاية. على خبز تورتيه جاهز أو إحنا مسويه، وصفة مالتين موجودة بالقناة، مجرد تكتبون اسمي واسم الوصفة اللي انتو تردوها. بوتيتا مقليها وراح نضيف وياها الدجاج. سويت الطريقة الكلاسيكية ما بيها إضافات هواي، تقدرون تضيفون وياها فلفل أخضر، تقدرون تضيفون وياها مخلل، ناس تحب الطماطة وياها حسب الشي اللي يرجع لكم، بس إذا حابين نسويها توزيعات بدون طماطة لأنه تخرب. على كابسة الصاج، طاوة مغناطيسية، طاوة عادية اللي بتوفر عندنا، مجرد تاخذ لون بهذا الشكل وتطلعه. هاي الكمية أو الكيلو تقريبا يعطينا 15 لفة. ولهنا أنا أكون وصلت وياكم لنهاية الفيديو اليوم. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفاديتوا، وأشوفكم فيديو